مساء الخير عليكم. في فيديو النهاردة للأسف معانا خبر محزن جدا، وهو وفاة الفنان الكوميدي واليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد عن عمر يناهز 27 سنة. وهنعرف آخر ما نطق بيه وهو على فراش الموت. لحظات محزنة ومبكية جدا لكل اللي يعرفه وحتى اللي ما يعرفوش. كلام لأول مرة هتسمعوه بيعلنوا صديقه، وهنشوف آخر فيديو ليه قبل وفاته الله يرحمه. بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. اتوفى الفنان والكوميدي المعروف عزيز الأحمد امبارح بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 27 سنة بعد معاناة مع المرض، رغم انه كان نشر فيديو ليه أول امبارح وكان ظاهر في الفيديو ان حالته الصحية كويسة إلى حد ما، إلى انه بعد كده اتضح ان الفيديو ده مسجل، وان عزيز الله يرحمه كان بيعاني من المرض من فترة، وهو أصلا كان بيعاني من المرض من وقت ولادته، وهو مرض هرموني أثر بشكل كبير على نموه وعلى طوله. ومن صغره حاولت والدته ووالده إنهم يعالجوه، لكن للأسف فشلوا وعاش بيعاني طوال حياته من المرض. وهو على فكرة من مواليد 26 يوليو سنة 1995، ووالدته من سوريا، بس هو اتولد في الرياض. ومع انتشار خبر وفاته امبارح الدنيا اتقلبت، والسوشيال ميديا كلها في البداية ما كانش حد مصدق الخبر ده، لحد ما للأسف تم تأكيد الخبر. عزيز الله يرحمه كان بيتابعه ملايين من الناس، وكان ليه شعبية كبيرة وناس كبيرة قوي بتحبه وبتقول عنه إن هو كان سبب ابتسامتهم، وإنه ياما رسم البسمة على وجوههم. وكان اتعرض عزيز الله يرحمه لوعكة صحية مفاجأة انتقل بسببها للمستشفى لتلقي العلاج هناك، بس للأسف كانت محاولات العلاج فاشلة ورحل عن عالمنا امبارح. ووفاته عملت صدمة كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي كله، وده علشان عزيز الله يرحمه كان ليه جمهور كبير جدا في كل العالم العربي. عزيز وهو على فراش الموت وقبل وفاته بدقايق شكر بالتحديد والدته، وقال إن هي عانت معاه كتير من وقت ولادته، وهي كانت مسؤولة عنه برعاية تامة وكانت بتعمل ليه كل حاجة. ولما كان حد بيسخر أو بيتنمر من شكله أو من طوله كانت بتقفله بالمرصاد. وقال عزيز ما كانتش بتتنازل عن حقي مهما حصل. وتاني واحد اتكلم عنه عزيز وشكره هو صديقه اللي كان معاه في المستشفى وقت وفاته. وأول ما توفى عزيز نشر صديقه ده وهو اسمه يازن الأسمر فيديو أعلن فيه عن وفاة عزيز، وأعلن وصيته وقال إنه أوصى بجزء كبير جدا من ثروته لإخواته السوريين، وقال عنهم عزيز إن هم أهله وناسه وإن هو منهم. هنعرض لحضراتكم الفيديو ده دلوقتي. في هذا اليوم توفي عزيز الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. الخبر صحيح، اليوم الظهر انتقل لرحمة الله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، دعواتكم له الله يرحمه. وقال إن والدته كانت بتشيل كل فلوس عزيز، وكان بس عزيز بياخد ربع دخله الشهري من الفيديوهات اللي كان بيعملها، وكان دخله الشهري حوالي $1,000,000. عزيز خلاص اتوفى، لكن اللي اكتشفناه كلنا بعد وفاته رد فعل الناس على خبر وفاته، وقد ايه كان محبوب وكانت الناس كلها بتحبه. الله يرحمك يا عزيز ويصبر كل اهلك واصدقائك وكل محبيك على فراقك. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.